التلات بيضات في صينية مقاس 18. حطيت هنا 3 بيضات وباكيتين، 2 باكيت فانيليا، وحطيت نص كوباية سكر. هضربهم مع بعض بقى لحد ما السكر يدوب. حطيت هنا معلقة صغيرة بس مليانة جدا هرمية محسن جل شفاف، معلقتين محسن جل شفاف او معلقة كبيرة من بتاعة الاكل، وهضربهم لحد ما يعمل فوم زي الكريم شانتيه ونرجع مع بعض تاني. طبعا بعد ما خليط البيض عمل المنقار ده كده وفضل ثابت، هنضيف عليه نص كوباية مية من الحنفية مرة واحدة كده، وهنرجع نضرب الخليط كده، هيسيب وهيرجع يمسك تاني. انا حطيت هنا كوباية ونص من بتاعة المية آه، دقيق، ولازم تنخليه. وحطيت هنا برضو ربع كوباية ما يعادل معلقتين كبار من بتوع الاكل هرميين نشا، يعني ربع كوباية. يعني المجمل كله بتاع المواد الجافة في المقدار بتاع ال3 بيضات كوبايتين الا ربع، يعني كوباية ونص دقيق وربع نشا. وحطيت هنا معلقة صغيرة من بتاعة الشاي مليانة هرمية زي ما انتم شايفين كده. كيك شيف البيكنج باودر بينفش برضو كل حاجة، بس بيغمق الاسبونج. الكيك شيف بينفش والكلام ده كله، بس بيخلي الاسبونج فاتح. وانا نسيت احط في الخليط بتاع البيض معلقة كبيرة خل، فهحطها دلوقتي عادي قبل ما احط الدقيق. في الوقت ده انا كنت ولعت الفرن على درجة حرارة 180، او لو مفيش عندكم ارقام في الفرن يبقى درجة حرارة متوسطة. انا الحقيقة اول مرة اعمل المعيار ده لوحده كده. انا دايما كنت بعمل معيار ال7 بيضات في الصواني اللي عندي. بس انا المره دي هعمله في حاجه ستانلس. اول مره اجربه في حاجه ستانلس، واول مره اصلا اعمل 3 بيضات لوحدهم كده. كنت دايما شغاله بمقدار ال7 بيضات واعمل بيه السبونج اللي انا عايزاه، ولو اتبقى مني حاجه احطها في الفريزر على مقاس الصاج اللي عندي اللي هو ال40 في 50 ده. هحط هنا الخليط بقى بتاع الدقيق والكيك شيف والنشا واحده واحده كده، واضرب على اهدى سرعه. يا اما تعملها بالسباتيولا، المهم ما تخرجيش الهواء اللي انت دخلتيه، وتحطيه على مرحلتين او 3 على حسب بقى ما انت هتحطيه ازاي. بس اهم حاجه تضربه في اتجاه واحد. انا هعمل المره دي حله او صينيه مقاس 18، مقدار 3 بيضات. لو مقاس 20 هيبقى مقاس مقدار ال4 بيضات. هيبقى نفس كمية المكونات دي كلها، نص كوباية سكر ونص كوباية مية ومعلقة صغيرة كيك شيف ومعلقة كبيرة محسن جل. بس 4 بيضات، وبدل كوباية ونص دقيق هتحط كوبايتين الا ربع دقيق، وربع النشا برضو موجود. يعني المجمل بتاع ال4 بيضات اللي هو مقاس 24 في حل 24، المجمل بتاعه كوبايتين بالظبط مواد كافة. ده المجمل بتاعه بالنشا كوبايتين الا ربع. هضربها بقى وارجع لكم. هحط هنا اخر كمية من الدقيق. نسيت اقول لكم، لو انتوا عايزين تعملوا الاسبونج بالشوكولاتة تشتغلوا معلقتين من الدقيق. عفوا عندي بس برد في زوري. تشتغلوا معلقتين من الدقيق وتحطوا معلقتين كاكاو خام اسباني، وتعملوه في مصفى، علشان دايما بيبقى فيه كتل كده من الرطوبة اللي فيه. وبيجي ساعات والله انا ما بشتغلش اصلا معلقتين الدقيق دول، يعني على حسب. افتكرت اشتغلهم قبل ما احط الشوكولاته الكاكاو. بشتغلهم ما اشتغلتهمش، ما بيفرقوش يعني. ممكن تحط قصادهم معلقه ميه لو انت مش عايزه تشتغلي معلقه الدقيق دي، معلقتين الدقيق دول، وتحط الشوكولاته الخام البودر، وتحط معلقه ميه قصادها عادي، مش مشكله. انا حطيتها هنا في العلبه الستانلس، اللي هي العلبه بتاعه المضرب الكهربائي اللي كان عندي في الاول، اللي هو كان اتحرق ده. هي غويتها وكل حاجه، يعني العمق بتاعها كبير. بس انا برضو زودتها بورق الحراري زي ما انتم شايفين كده، بورق الحواوشي.
عملت ده مجوز اتنين كده، واحدة كبيرة كده طبقتها بالطول كده مجوز، يعني هي خدت مني 2.5. وعملت برضو واحدة قطعتها على شكل مثلث كده، قست من نص الدايرة بتاعة القطر بتاع القاعدة، وقطعتها على شكل مثلث، والبقى من الورقة نفسها حطيته في القاعدة برضو تحت الدايرة، علشان انا اول مرة اعمل في الستانلس ده وخايفة انها تتحرق مني. وكمان انا ببقى اعمل في الصاج بحط الشبكة بتاعة الفرن في النص، بحط تحت منه صاج فيه مية او صينية فيها مية، عشان برضو ايه الصاج ما يتحرقش. فده مش مكفي ان انا احط الشبكة في النص، فانا خليت الشبكة على اول حاجة من تحت خالص، وخليت النار متوسطة على درجة 180 كده. هحطها دلوقتي معاكم في الفرن، وهنشوف هتاخد قد ايه، وربنا يسترها وما تتحرقش بقى. هقول لكم لما تطلع هي خدت قد ايه. وهوريها لكم برضو ان كان حصل فيها اي حروق او اي حاجه من كده، عشان الستانلس يعني ده اول تجربه ليا برضو معاكم، وهنشوف ونقول النتيجه ايه. دي مش حله، ده حاجه ستانلس كده، دي اللي هي الحله بتاعه المضرب اللي هو بتاعي القديم، المضرب اللي لونه كان لونه فضي كده، كنت بشتغل بيه في الاول في بدايه الشغل بتاعي في الاول، بس كان اتحرق. فكنت بستخدم بقى الحله دي، فبضرب فيها مثلا لما اكون هضرب كوبايتين كريمه مره واحده او حاجه، يعني بتاخد كميه كبيره شويه. عملت فيها، كانت اول مره اشتغل فيها في الاسبونج، كنت خايفه لا تحرق الجوانب، فكنت مخليه الورقه تبقى مجوز، يعني تانية الورقه مجوز، علشان برضو ايه تبقى الحراره مش واصله للاسبونج اوي. ما شاء الله، دي مقدار 3 بيضات، مقاس 18. الحله دي عملت لي التورتيه ده هتطلع 5 ديسكات، 5 ديسكات محترمين يعني، هتشوفوهم دلوقتي. بقشر طبعا اي حاجه يكون لونها غامق شويه زي ما انتم شايفين كده بالترانش. الترانش ده حلو جدا، سواء في تقطيع تورت او في جاتو او اي حاجه من الحاجات دي، بجد اللي بيشتغل ما يقدرش يستغنى عنه. انا كنت بقشر الجوانب كده برضو، عشان لو كان فيها اي حاجه فيها لونها غامق شويه عن الاسبونج. خدت مني ساعه الا ربع. بشتغل بضرب المكونات، وقبل ما بحط الدقيق وقبل ما انخله، لان أنا بنخل الدقيق بعد ما بضرب البيض، على اساس ان انا ادي وقت للمضرب ان هو يرتاح. وانا قبل ما ادخل الدقيق بولع الفرن بقى درجة حرارة 180 او درجة حرارة متوسطة، لو مفيش عندك ارقام في الفرن. الكلام ده قلته في كل الفيديوهات اللي فاتت. خدت مني ساعة الا ربع بالظبط. قطعت هنا 5 ديسكات